تبدأ قصة الكتاب ببنت صعيدية مصرية اسمها فيرينا من مدينة اسمها جراجوت، والمدينة دي لسه موجودة في مصر لحد دلوقتي. فيرينا كانت مولودة وعايشة في زمن وحش قوي، وهو زمن احتلال الرومان لمصر، وبالتحديد برضو في زمن انتشار الديانة المسيحية في مصر. وطبعا الديانة المسيحية مبادئها وإيماناتها بتتعارض مع الوثنية والعبادات اللي بيعبدها الرومان. فيرينا كانت ذكية جدا، وكانت بنت راجل غني عنده أراضي كتير قوي. وهي صغيرة شافت ناس كتير من اللي حواليها بيموتوا بسبب قلة الطب، وإن أقرب طبيب موجود متعلم في مدينة بعيدة قوي عنها. طبعا موت الناس اللي قريبين منها سببوا لها صدمة، ولكن صدمتها الكبيرة كانت في وقت مأمور الضرايب اللي ممثل من الرومان بيجي يعدي على كل بيت علشان يشوف عدد العبيد اللي هناك وياخد ضريبة على الراس بتاعته، وزمان كان اسمها ضريبة الراس عادي. المهم فيرينا أبوها كان معلمها إن اللي في البيت كلهم دول قصيتها عمامها وولاد عمامها، بس هي في الموقف ده اكتشفت إن البيت كله عبيد وشغالين عند أبوها. مش كده وبس، هو مفيش إلا أبوها وأمها هم بس اللي أحرار، الباقي كله عبيد، وأبوها هو المسؤول عليهم كله. بس أبوها كان قصده يعمل كده علشان كان عايز يفهمها ويعلمها إن مفيش فرق بين إنسان والتاني إلا إيمانه. وكبرت فيرينا وبقى بيجيلها خطاب كتير قوي، وأبوها قعد يعرض عليها أسماء الخطاب اللي هم جايين لها علشان تنقي، يعني لو هي مايلة لواحد فيهم يجي خلاص يوافق عليه ويجوزها. بس فيرينا صدمت أبوها بقرار تاني خالص. فيرينا عايزة تتعلم. أبوها اتصدم صدمة كده، اللي هو إيه ده؟ أنت عايزة تتعلمي مش عايزة تتجوزي؟ بس هو مرفضش، بالعكس استخدم فلوس اللي كان سايبها لجهازها وجوازها إن هو يجيب لها معلم من المدينة ويعلمها أي حاجة هي عايزاها. وفعلا جه المعلم، واللي كان شخص مغرور جدا وبيكره الفلاحين والعبيد وأي حد مش روماني عامة، ولكن بسبب إن هو شاف إن فيرينا ذكية شوية وطيبة جدا روحها حلوة، قرر إن هو هيكمل تعليمها، بس طبعا برضو عشان الفلوس. المعلم ده كان بيكره الديانة المسيحية، واللي في الفترة دي كانت بتنتشر بشكل كبير قوي في مصر بسبب التسامح اللي كانت بتبديه. فضل المعلم ده بالرغم من كرهه للفلاحين والمسيحية واللي هي كانت ديانة فيرينا، فضل يعلم فيرينا لحد ما تمت 19 سنة وبدأ مخططه. في يوم قرر المعلم إن هو هيروح المدينة لزيارة المدينة، وقرر إن هو هياخد معاه فيرينا. المهم اختار يوم فيه عيد وثني علشان فيرينا تشوف العيد وتتبسط بمظاهر الغنى والطرف، وما تفكرش في بلدها الفقيرة ديت، لا تبص للمدينة وتبص لفوق، تبصش لتحت رجليها ولا الفقراء ولا العبيد. وفعلا راحت فيرينا، وبرغم انبهارها بالاحتفال اللي هو كان مصروف عليه كتير جدا بالمعابد والمعمار، لكن فيرينا برضو ما اتغيرتش، واتخانقت مع المعلم وسابته ورجعت بيتها. وبعد كده المعلم مشي خلاص، هي مش عايز تكمل معاه. في اختلاف بين الشخصيتين، واحد مصمم يفسدها، واحدة مصممة ان هي تساعد اللي حواليه. كل ده هتلاقوه في كتاب سيرة القبطية للكاتبة شيرين هنائي، وأوعدكم مش هتندموا أبدا إن انتوا قريتوا الكتاب ده.